مش معقول يا ناس، ايه اللي بيجرى ده؟ ايه اللي بيحصل لنا ده؟ ايه المصايب اللي عماله ترف علينا كده؟ مش معقول. المصايب دي كلها هتنتهي بمجرد ما عزيز المرصفاوي يرجع ويتجوزني. تجوزيه ازاي بعد كل اللي عرفتيه عني؟ يا بابا الكلام اللي حضرتك بتقوله ما يمسش عزيز لا من بعيد ولا من قريب. مش معنى انه صديق له طلع غشاش او منافق انه يبقى مسؤول عن كل تصرفاته. والا معنى كده بقى ان انا ابقى مسؤول عن تصرفات كل صديقه ليا لو انحرفت او ارتكبت جنايه. المنطق اللي انت بتتكلم بيه ده يا ناهد، انت مش ناهد اللي انا اعرفها. عمرك ما كنت كده. هو ده المنطق الصح يا عز. تسلمي لي يا ناهد يا بنتي، عاقله وست العاقلين والله. عاقله؟ ايوه يا عز، هو ده الحل الوحيد يا بابا. جوازي من عزيز هيخلينا نرجع مركزنا بين الناس على جميع المستويات. حتى بعد كده لو حضرتك فكرت انك تسيب البنك مفيش مشكلة، بس على الأقل هيبقى بإرادتك. ايوه يا بابا، كلام ناهد مظبوط. بابا الظروف اللي احنا فيها تخلينا نتعلق بأي أشياء، أي أشياء تنقذنا. بابا صدقني بعد كده هتبان الحقيقة، ولو سألتني أنا شخصيا عن رأيي هقول لك ما تسيبش البنك، ما تقدمش استقالتك. الحقيقة هتتعرف وهتظهر وهيبان ان حضرتك مالكش دعوة بأي حاجة. لا 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 لا، سيبيه يفكر وهو هيقبل. انت صح يا ناهد، صدقيني صدقيني انت صح. حبيبي يا بابا. انت الصح. غلط يا محمد، غلط. اللي ناوي يعمله والدك ده غلط. والله قلت له يا عمي، لكن اعمل ايه؟ مش هقدر اجبره، ومش انا اللي هعلمه ازاي يتصرف. يبقى انا بقى اللي اتكلم معاه. اتكلم معاه على ايه بالظبط يا عمي؟ حضرتك مش عارف العقبات اللي... لا عارف، عارف كل حاجة. عارف كل حاجة؟ ايوه، ولاني عارف كل حاجة بقول ان ده غلط. لو استقال هيدي فرصة للكل انهم يتهموه بانه كان ورا حكاية الفلوس المزيفة اللي تمت في البنك دي. سمعته هتنهد تماما. طبعا انت عارف حاجة زي دي ممكن تأثر عليه ازاي، وتأثر عليا انا كمان بشكل غير مباشر باعتباري نسيبه. ايوه انا فاهم. يبقى لازم انبهه عشان احمي نفسي واحمي بنتي. ناس دلوقتي ما بترحمش. لكن ايه تاني؟ بابا اصله عندي، ولما بيتاخد قرار انا مش هديله فرصة. اللي عندي في المسائل اللي زي دي ما بيفيدش، ده هيضر كل اللي حواليه.
فهمني يا باشمهندس كل اللي حواليه. ايوه يا عمي انا فاهم. يبقى سيبني بقى اقنعه. الدكتور عز لازم يرجع مكانه ويستمر في عمله ويوافق على تمويل المشروع اللي قلت لك عليه. بكده بس الحياة ممكن تستمر. الحمد لله. اهو انت كده ريحت قلبي يا عادل. ربنا يا ابني يريح قلبك ويتمم لك كل شيء على خير. ربنا يخليك لينا احسن اب في الدنيا. انا كمان الحمد لله يعني شايف ان حضرتك صحتك النهارده احسن بكتير. الحمد لله. يظهر ان الشغل ده وشه حلو علينا كلنا. كان ممكن يبقى وشه احلى من كده، بس لو في واحد صاحبنا مش منشف دماغه. سعاد. ايه يا ولاد؟ اختك قصدها ايه يا عادل؟ مش عارف ايه بس سبب الزياره دي يا دكتور. يخص عليك يا حسين، على فكره عادل ما بقاش زميل دراسه بس، كمان بقى زميل في الشغل. وبعدين احنا ما عملناش الواجب معاه مرتين، مره لما جوز اخته توفى والمره الثانيه لما باباه دخل المستشفى. ماشي يا غلباويه، اتفضلي قدامي اما نشوف اخرتها ايه. لا ما تشغلش بالك انت بس يا بابا. انت عارف سعاد يعني تحب تهزر. طبعا يا سيدي، من ساعه ما اتعينت بقى مفيش حد قدك. طب روح افتح الباب يلا بسرعه. يا ترى مين اللي جاي على الصبح؟ خليكي يا ماما، خليكي مرتاحه، انا هشوف مين. طيب يا صباح الخير. صباح النور. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا. مش ده منزل الدكتور عادل عبد الله؟ ايوه. احنا زمايله في الكليه. اهلا وسهلا، اتفضلوا. اهلا. انا سمعت الصوت من بره قلت اكيد حسين. ازيك يا الهام؟ اهلا. ازيك يا حسين؟ ازاي صحتك؟ اخبارك ايه؟ انت عامل ايه؟ ماما الدكتور حسين واخته الدكتوره الهام. اهلا وسهلا. اهلا. ماما اخت سعاد. اهلا وسهلا. ايه ده انتوا واقفين ليه؟ اتفضلي يا الهام. اتفضلي. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اسف عامل ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ ادخل. ايوه عدنان. ما بقدر برفض لك اي طلب سي عزيز. حجزت لك اليوم على طياره مصر. ما بتعرف قديش تعذبت حتى قدرت تممت لك الحجز. بتصدق مسيو عزيز؟ انا مبسوط كتير كانه انا اللي رح بتجوز. وفرحتي اكبر، بتعرف ليه؟ لانك قلت لي بزواجك حتيجي تقعد معنا هون على طول، ومستعد اعمل المستحيل مشان هالشيء يتم. شكرا على ذوقك يا عدنان. ميرسي لك مسيو عزيز. يا ريت كان بايدي اقطع تذكره تاني وسافر معك على القاهره مشان احضر عرسك. اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عصام بيه؟ اهلا بيك يا عزيز. اهلا بيك. انا كان عندي شويه مشاوير كده وخلصتها، فقلت اجي اسلم عليك واشكرك للمره الثانيه قبل ما انزل على مصر النهارده. على مصر؟ ايوه لازم انزل عشان اسوي حكايه عمرو التجاني اللي قلت لك عليها دي. ونازل على طياره كام؟ نازل على طياره 5 بعد الظهر. يا محاسن الصدف، تصور انا نازل مصر على نفس الطياره. هاي. متشكرين قوي يا جماعه على ذوقكم. ما تقولش كده يا عادل، ده احنا هنبقى مع بعض اكتر ما هنبقى في بيوتنا. بس على الله تكون حاله الوالد بقت احسن. الحمد لله في خير. بس تعرف يا عادل انا زعلانه منك. ليه؟ ازاي ما عرفتنيش على الهام من زمان؟ دي طيبه ولذيذه قوي. ميرسي، متشكره قوي. انا وعادل قريبين جدا من بعض، دايما بيحكي لي على كل حاجه. ما هو الحقيقه العلاقه بينا ما كانتش قويه للدرجه، احنا بس مجرد زملاء في دفعه واحده، لكن الاعجاب دايما كان موجود بينا احنا الثلاثه. اعجاب بالتفوق والاخلاق. لا بصراحه من ناحيه الاخلاق واضح قوي انكم من اصل طيب. يا ستي متشكرين قوي، وان شاء الله مش هتبقى الزياره الاخرانيه. نتمنى كلنا انه حاله الوالد بقت احسن ويقدر يقعد معانا ونشوفه. ان شاء الله. ان شاء الله. عن اذنك. ايه ما بدري يا جماعه ما انتوا قاعدين؟ يا دوب يا دكتور عادل، انما ان شاء الله نشوف بعض بكره في المستشفى وهنشوف الخطوات اللي هنعملها بالشغل. ان شاء الله. اوكي؟ اوكي. مع السلامه. الله يسلمك. باي باي. الف سلامه. فرصه سعيده قوي يا الهام. ميرسي، انا اسف. لازم اشوفك تاني ان شاء الله. شاكرين. مع السلامه يا دكتور حسين. مع السلامه. مع الف السلامه. شكر. مع الف سلامه. انا لسه مشرفته. مع الف سلامه. ايه في ايه؟ بتبصي لي كده ليه؟ لا ابدا، بتهيألي بس عينيك بتوجعك شويه. بلاش هزار. مين يا اخينا الست الهام دي؟ وبعدين ازاي ما تحكيليش عليها كل ده؟ ما انت عرفت كل حاجه عنها دلوقتي اهو. ده انا عرفت حاجات كتير قوي يا دكتور. مفيش حاجه من اللي في بالك. اتكلم عن نفسك انت يا دكتور.
ما بقاش انا سعاد اما كان في حاجه. والله بقى انت باين لك فايقه ورايقه. انا هخش اطمن على بابا احسن. ارجوك يا فريده ما تضغطيش عليا وتحمليني ذنب افضل اتعذب بيه طول عمري. انت هتجنني تاني؟ ذنب ايه اللي هتتحمله؟ ما بنتك وافقت وقالت انها موافقه قدامنا كلنا. ما انت عارفه هي وافقت ازاي. الدنيا ما هياش احلام واماني، الدنيا لازم يحصل فيها تنازلات عشان تعدي. اديك انت قلت بنفسك، يعني بنتك وافقت بعد ما عمل تنازلات. طب وفيها ايه؟ ما لازم الانسان يحافظ على عيلته وعلى الناس اللي بيحبوهم. انا لو مطرحها لازم اوافق. هي لو ما وافقتش على الجوازه دي تبقى انسانه انانيه. مش عارف والله يا فريده، انا خلاص دماغي مش قادره تحتمل. بعد اذنك يا دكتور. ايوه ناصر بيه مستني حضرتك جوه. طب انا جاي لك. اهلا وسهلا ناصر بيه. اهلا بيك يا دكتور. اكيد انت عارف انا جاي ليه. طبعا ما كانش ممكن اسكت لحد ما اشوفك بتضيع كل حاجه يا عز. كان لازم اتدخل وبسرعه. اظن من حقي ان اخد قراراتي من غير اي تاثير خارجي. دي لو كانت قراراتك تخصك انت لوحدك، انما لو كانت تاثر على كل اللي حواليك يبقى لازم ينبهوك، واذا اقتضى الامر لازم يمنعوك ولو بالقوه حتى. لا انا ما احبش حد يتدخل في حياتي، والقرارات اللي انا خدتها مش هتراجع عنها. حتى لو عرفت ان القرار ده ممكن ياثر على العلاقه اللي بيني وبينك وعلى علاقه ابنك ببنتي. تهديد بيتي ولا ايه يا ناصر بيه؟ لا يا عز، الموضوع لسه ما وصلش للتهديد. دي مجرد نصيحه، بحاول احط النقط فوق الحروف وافهمك خطوره الموقف اللي انت فيه. لو بقى ما قبلتش النصيحه ساعتها هيبقى فيه كلام تاني. طب ايه رايك بقى ان انا مش هقبل النصيحه وهستقيل من البنك ومش هيتمول المشروع اللي انت بتلف وتدور عشان تقنعني بيه؟ دكتور عز حاسب على كلامك. ما المسائل واضحه. انت يهمك ايه اذا كنت اقعد في البنك ولا استقيل منه؟ وانا هاجي اخبط على باب بيتك واقول لك اديني بدل مرتب؟ لا طبعا. لكن وضعي ونفوذي في البنك هو انت اللي مستخسرهم، عاوز تستفيد منهم باي منفعه. لا ده كلام جارح لا يمكن اقبله. وصدقني يا عز هيجي اليوم اللي هتندم فيه على كل كلمه قلتها. ليه كده يا عز؟ ليه عايز تكبر المشكلة بدل ما تحاول تلمها؟ انت بتسمعها يا فريدة؟ ايه علاقة محمد ونسرين بالبنك؟ ثم انا حاولت الم المشكلة. انت بتتهم الراجل اللي عايز يشغلك وتقولي بلم المشكلة. هي دي الحقيقة. محدش شايفني مدير بنك، كلهم شايفيني فريسة. كل واحد منهم عاوز ينهش منها على قد ما يقدر. احنا كده هنخسر كل حاجة، كل حاجة يا عز. نخسر يا فريدة، نخسر كل حاجة ما عدا السمعة والشرف. مش كده يا ماما، بابا في موقف صعب أوي، صعب. حاولي تقفي جنبه، حاولي تطبطبي عليه، حاولي تخففي عنه. ماما ما تبقيش انتي والناس، ما تبقيش انتي والزمن. ماما
زمن صعب أوي، الزمن ملوش أمان، صعب أوي. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا سعاده البيت. دكتور عايز موجود؟ اقول له مين سيادتك؟ عزيز المرصفاوي. نهد يا حبيبتي، مش كده يا حبيبتي، اهدي يا حبيبتي، اطلعي اغسلي وشك وتملكي اعصابك كده. ما تقلقيش على بابا، انا هطلع معاه دلوقتي اشوفه. حبيبتي انا هجيب لك الشاي اللي حتى عندك فوق. فين الابتسامه الحلوه يا حبيبتي؟ اطلعي. ايوه ادخل. مساء الخير يا هانم. ايه في ايه يا خميس؟ في واحد واقف بره اسمه عزيز بيه المرصفاوي وعاوز يقابله الدكتور. ايه؟ عزيز بيه المرصفاوي. دول ايه؟ خليه يتفضل. حاضر. قول له يجي. اتفضل يا عزيز بيه. اتفضل يا بيه. اهلا 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 وسهلا يا فندم. بونسوار يا فندم. بونسوار، اهلا وسهلا. اتفضل. يزيد فضلك. اهلا اهلا. ايه الزياره اللطيفه دي مفاجاه حقيقي جميله. انا اسف جدا انا جاي من غير ميعاد. لا ابدا، اتفضل يا فندم هنا. اهلا. ده البيت بيتك يا فندم، ازاي ده كلام؟ الله يعزك. اهلا 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 وسهلا. تحب تاخد بونبوني؟ اتفضل. لازم؟ طبعا لازم. ميرسي خالص. اهلا وسهلا. اهلا بيك. طب اقول ايه، تحب تشرب شاي ولا حاجه ساقعه ولا ايه يا فندم؟ اسهل حاجه شاي كويس. حاضر يا فندم. طب ثانيه واحده انا جايه. اتفضلي يا فندم. عن اذنك. اهلا اهلا. اهلا. داو جونز 3%. ها طيب اشتري لي 50,000 سهم. انا راح اكلم نيويورك بعد ساعه. هحول لك الفلوس. كويس قوي. ثانكس. اهلا وسهلا يا عزيز بيه، نورتنا. ناير باصحابه يا فندم. شكرا. امال فين الدكتور عز؟ ده انا مشتاق له قوي. اهلا يا عز بيه. اهلا مشتاق لك قوي. اهلا يا دكتور عز. بالاحضان ده وحشني جدا بصراحه. ايه يا دكتور، انت ايه زعلان انك شفتني ولا ايه؟ زعلان ايه؟ ازاي ده معقول يا عزيز بيه يزعل منك؟ لو سمحت يا فريده سيبينا لوحدينا. لو سمحت سيبينا لوحدينا. اتفضل يا عز بيه. يزيد فضلك يا دكتور. بعد الاخبار اللي قلتها لي في بيروت انا طرت على مصر. ما طقتش اقعد هناك دقيقه واحده. الاخبار دي جدت عليها حاجات كتير يا عزيز بيه. حاجات كتير زي ايه؟ في حساب بينا لازم نصفيه. ابوكي مش هيجيبها البر يا ناهد. فرصه وجات لحد عندنا يرفضها، ده هيحطنا في مأزق مش هنطلع منه ابدا. ايه اللي خلى حضرتك تطلعي وتسيبيهم يا ماما؟ حضرتك كنت استنيتي تحت وانا نازله لكم. هو اداني فرصه، ده دخل شمال على الراجل من اول ما دخل الصالون. مامي الموضوع ده لازم ينتهي الليله. عزيز لو خرج من غير ما ياخد اللي هو عايزه يبقى انتهينا كلنا. مهما عملت يا عزيز انا مصمم على كل كلمه قلتها. واضح انك انت مش واعي للكلام اللي انت بتقوله. لا ده انا واعي قوي ومسؤول عن كل كلمه قلتها،
وانا واثق انك انت ورا اللي حصل، ولو ما صلحتش غلطتك مالكش اي مطالب عندي. بقول لك ايه، انا عايزك تفكر كويس قوي في الكلام اللي انت بتقوله. واكتر من كده، انا عايزك تبص للبني ادم اللي انت بتتكلم معاه ده. انا عزيز المرصفاوي، مش حته عيل صغير هيتهوش بالكلمتين اللي انت بتقولهم له دول. وبعدين اوعى تفتكر ان شويتين اللي انت بتعملهم دولت هيخلوني انسى المطالب اللي ليا عندك. دي هتبقى غلطه كبيره جدا. مالكش اي مطالب عندي. مش هبيع لك بنتي يا عزيز. انا مش بكلمك عن بنتك دلوقتي يا دكتور، انا بكلمك على الوصل ابو $1,200,000 اللي انت مضيته لي، فاكره؟ الوصل اللي ممكن اوديك بيه السجن بكره. بكلمك عن قضيه رد الشرف والاعتبار اللي ممكن ارفعها عليك لو اي كلمه من الكلام الفارغ اللي بيتقال دلوقتي وصل لاي حد. مش انا يا دكتور اللي لطخت سمعتي لما ضربت في البورصه وعرضت نفسي وسمعتي وعيلتي للخطر. لكن مش نصاب ولا حرامي يا عزيز يا مرصفاوي. نصاب وحرامي؟ مين اللي نصاب وحرامي؟ هتندم على الكلام اللي بتقوله دهوت. شوف ما اقول لك، حل من 3: يا تديني الفلوس دلوقتي، يا تخش السجن بكره، يا تجوزني ناهد، ولا اختيار في ايدك. الاختيار في ايدي انا يا عزيز بيه. اللي هو انا شخصيا بفضل الحل الثالث. موافقة اتجوزك. ناهد، انت قلتي ايه؟ أبي، مش حضرتك تديني حق الاختيار؟ أبي، مش حضرتك واثق فيا؟ أبي، أنا موافقة. وأنا ببلغها بنفسي العزيز بيه، موافقة أتجوزه. أنا آسفة يا أمي، آسفة إني بلغتها له بنفسي، آسفة. بس أرجوك يا بابا، ما تخلينيش آخد خطوة في حياتي من غير موافقتك. أرجوك وافق يا بابي، وافق. مش ممكن يا بابي، الراجل ده اكيد اتجنن. شوف يا نسرين، محمد هو الشخص الوحيد اللي ممكن يأثر عليه ويرجعه عن السكة اللي هتخسره كل حاجة دي وهتخسرنا معاه. محمد؟ وهو محمد بإيده ايه بس؟ يقنعه انه يرجع شغله، يستعيد نفوذه ومركزه. يا بابي ده محمد ضعيف جدا قدام باباه، ولا يمكن هيقدر يقف في وشه. لازم يقف في وشه، دي مسألة ملهاش بديل. بصراحة مش عارفة رد فعله هيكون ازاي. هيقتنع والفضل هيرجع ليكي انت. الفضل هيرجع لي انا؟ ازاي يا بابي؟ ما انت هتضغطي عليه بكل الوسائل وهتقنعيه. هقنعه؟ اقنع محمد ان هو يقف في وش باباه؟ ازاي؟ انا هقول لك ازاي. المهم تسمعي كلامي كويس وتنفذي كل اللي هقوله لك.
في ايه يا دكتور؟ طمني يا دكتور. يا هاني ليه انت حضرتك؟ مش كده، اديني فرصه اشوف الحاله. حضرتك استنيني بره 5 دقايق. معلش حاضر يا دكتور. تعالي معايا. نسرين، انا مش مصدق وداني. ازاي جات لك الجرأة تتهمي بابا الاتهام الفظيع ده؟ كلام بابي مفيش شك فيه. اها، هو يعني عم ناصر اللي قال لك كده؟ ايوه انا اللي قلت لها يا سي محمد. ويكون في علمك القرار اللي بلغته لك نسرين ده قرار نهائي. لو ما قدرتش تقنع والدك في ظرف 48 ساعة انه يرجع شغله ويغطي على الشوشرة اللي عملها لنفسه ولينا، يبقى لازم بقى تنهي كل حاجة بينك وبين بنتي فورا. انت موافقة على الكلام ده؟ انا اسفه، ما اقدرش اكسر كلام بابي. حتى لو كان الكلام ده يخصنا احنا، يخص حبنا، يخص جوازنا اللي ما بقالوش. بقول لك ايه، بدل الطريقة اللزجة اللي بتتكلم بيها دي، فكر احسن ازاي هتقنع والدك وتمنع كل اللي ممكن يحصل. انا اسف، انا ما خدتش على اسلوب لو الدراع ده، واللي اكتشفته دلوقتي عن حضرتك وعن بنتك صدمني صدمة العمر، وخلاني متأكد فعلا اني ما احسنتش الاختيار. عموما انا مقدر الحالة اللي انت فيها، ومش هزود على اللي قلته لك كلمة واحدة. الو، ايوه مين؟ ثانية واحدة، تليفون علشانك. الو، ايوه يا ناهد. ايه بتقولي؟ ايه امتى حصل الكلام ده؟ مستشفى ايه اللي بتتكلمي منها؟ ايه اللي حصل؟ محمد تعال الحقني يا محمد، انا عايش في الكارثه اللي احنا فيها. أزمة ايه اللي جات لي بابا؟ ده عمره ما اشتكى من حاجة. التشخيص المبدئي يا محمد، الدكتور لسه ما قالش اخر حاجه. هو لسه جوه؟ ايوه. ما هو اللي صعب الموضوع يا محمد، يعني فيها ايه لو كان ساير الموضوع وعمل لمصلحتنا كلنا؟ رفض يرجع البنك وناهد تتجوز عزيز. ايوه يا محمد رفض. لازم يقبل يا ماما، لازم يرضى معانا بالامر الواقع. محمد ومراتك عرفوا؟ عرفوا يا ماما، ويا ريتهم ما عرفوا. هي في حاجات كتير يا ناهد، بس مش وقته. 97 98 99 100. فل يا عزيزي يا مصطفى. الو، ايوه مين؟ اهلا يا عصومه، انت بتكلمني منين؟ من الاوتيل يا عزيز بيه. قلت اول حاجه اعملها الصبح ان انا اطمن ان ربنا تمم بخير امبارح، اسالك على عنوان العروسه عشان ابعت لها بوكيه ورد بالمناسبه دي. ازاي بقى؟ ملوش لزوم ازاي؟ انت مش عارف غلاوتك عندي يا عزيز بيه؟ لا يا عصام، اصل الموضوع ممكن يتاجل. انت عارف والدها تعب فجاه وانا لازم اراعي ظروفها وظروفهم. لا انت سافر بالسلامه. شاكر فضلك على ذوقك يا عصام. لا انا هرجع اتصل بيك بعدين بقى في بيروت ان شاء الله. السلامه.
الو محمد. ايوه ثانيه واحده. بابي في ايه يا نسرين؟ تليفون علشان حضرتك. مين؟ واحد اسمه عزيز المرصفاوي. عزيز؟ بابي محمد ما رجعش لغايه دلوقتي. عنه ما رجع. الو؟ ايوه يا فندم. نعم. ما افتكرش ان كان في اي تعاملات بيني وبينك يا عزيز بيه. وماله يا سيدي؟ خلينا نعمل بيزنس سوا. طبعا ما هواش منطقي ان احنا الاثنين نبقى في السوق وما نشتغلش مع بعض. عايز تعتمد على واحد انا نسفته بايدي وتناسب واحد رقبته في ايدي التانية؟ ممكن تبطل الغاز وتفهمني معنى كلامك ده؟ صدقني الكلام ده مش هينفع بالتليفون. ايه رايك نتفق على مكان ونقعد نشرب الشاي ونتكلم؟ صدقني مش هتندم لو جيت. صدقني بالعكس بقى هتندم لو ما جيتش. طيب فين؟ اوكي بس على الله القعده دي كلها معنى. مع السلامه. بابي في ايه يا نسرين؟ رايح فين وسايبني لوحدي؟ عندي مشوار مهم، شغل. والمشكله اللي انا فيها دي ما فكرتش ايه اللي ممكن يحصل لو محمد ما رجعش؟ ما يرجعش ده ايه؟ كل الحكايه ان والده تعبان ومفروض انه يقعد جنبه شويه، انما لازم هيرجع. ما يقدرش يستغنى عننا، احنا بالنسبه له كل امله. بس بقى يكون في معلومك اني مش هسمح له يرجع الا بالشروط اللي تضمن مصلحتك ومصلحتي. بابي بس انا يا بابي. نسرين اوعي تدخلي العواطف في الموضوع ده. اسمعي كلامي من سكات. أنا يا مركزة مش ممكن. اهدي بس يا مامي اهدي، كلها أمور عادية. بابي لازم يتحط تحت الملاحظة. حضرتك عارفة إنه رسم القلب أثبت إن بابي حالته حرجة. كان فين ده بس كله يا ربي؟ كان لنا فين ده كله؟ مشكلة دلوقتي يا مامي مصاريف المستشفى. بابي لازم يتعالج كويس، لازم يقوم لنا بالسلامة إن شاء الله، حتى لو اضطرينا نبيع كل اللي قدامنا ورانا. عن إذنك يا مامي. أنا في حامل تليفون مهم، يمكن يحل لنا كل مشاكلنا. طيب كويس قوي انك جبت الولد النهارده، بدايه موفقه ان شاء الله. شكرا قوي يا دكتور، ولو سمحت لي يعني انا عايز اشرف على الحاله بنفسي واكون عنها ملاحظتي. ان شاء الله. انت طبعا قدها وجدود يا عادل. نفسي اوصل لعلاج النهارده قبل بكره. ان شاء الله، بس ده محتاج منك مجهود طويل وشاق. بقول لك ايه، يلا عشان تبشر علاج والدك وانا هعدي عليكم بعد الظهر. اتفضل يا دكتور. اتفضل اتفضل. تكلمي مين؟ عزيز المرصفاوي. وايه اللي يخليكي تكلميه بنفسك؟ لازم انهي الموضوع ده بسرعة يا محمد. لازم اطلب من عزيز انه يرجع ثقة ابويا بنفسه. انا كنت بطلبه يا محمد عشان اقول له اني موافقة على الجواز. لازم انهي الخلاف ده بسرعة قبل ما عزيز ينشف دماغه ويكبر الموضوع اكتر واكتر. للأسف مش موجود.
معايا خالص. اتفضل. كنت زعلت منك جدا يا ناصر بيه لما كنتش جيت، كنت فقدت ثقتي في ذكائك وبعد نظرك على طول. عزيز بيه، كل الكلام ده مش وقته. انا جاي وعاوز اسمع اللي عندك فورا. اول حاجه عايز اعزيك قوي قوي في فقدان العزيزين فوزي ورياض. بلاش الاندهاش، انا ما بحبوش. انت راجل ذكي والمفروض تربط بين الكلام وتعرف ان انا كنت سبب المباشر ورا القبض على رياض وتدميره بالكامل. نهد عز الدين يا عادل. ايوه هي. طب وانت ما سالتهاش ايه اللي جابها المستشفى؟ واضح ان باباها تعبان قوي، حتى دخل العنايه المركزه. يا خبر، وانت ما كلمتهاش يا عادل؟ لا ما كلمتهاش، هي كمان ما سالتنيش انا بعمل هنا ايه في المستشفى. مش ممكن ابدا يا عادل، قسوة القلب اللي انت بقيت فيها دي. انا عن نفسي هدور عليها في كل حته لغايه ما الاقيها واطمن على اخبار باباها. سعاد. نعم. اوعى تفتحي معاها سيره اي كلام ضارب منك. انا فهمت الكلام ده قبل كده. طب عيني في عينك كده. يوه. ليه بس يا عادل؟ انا مش عارفه انت بتعذب نفسك كده ليه؟ ليه يا حبيبي مش عايز تدي نفسك فرصه ان الحياه تستمر وتبقى احسن من كده؟ انا ما قداميش غير طريق واحد بس، هو اللي هيخلي حياتي احسن. اي حاجه بعد كده مرفوضه. سامعه؟ سامعه وبدعي ربنا يهديك ويغير لك كل اللي في دماغك. عن اذنك. جرايه يا ناصر بيه، باين عليك مش مصدق كل الكلام اللي انا بقوله. بالعكس، كلامك كله مدعم بالمواقف اللي ما تقبلش الشك، وده اللي مجنني. سلامتك من الجنان. رياض عبد الغفور وفوزي عبد الجابر، الاتنين دول ما مستهانش بيهم ابدا. ازاي قدرت توقعهم بالشكل ده؟ ده يثبت انك انسان تقيل قوي. وانت شايف اقل من كده؟ الحكم من جلسه واحده ما ينفعش. اهو ده كلام الناس الموزونين، لانك عرفت على طول قصدي من القعده دي هات، انها ما تكونش اخر قعده. جسور البيزنس اللي هتمتد بيني وبينك مش لازم تنهدم ابدا. طلباتك. انا عايزك تساعدني في موضوع مع الدكتور عز الدين محمود. هو تفتكر الموضوع ده هو سهل، لان الدكتور عز عندي وانا ما يتعبنيش قد البني ادم العندي. لو ساعدتني هريحك قوي، لاني هفتح لك مجال بيزنس هتنبسط خالص منه، ومكتب القاهره بتاعي هيكون تحت امرك. قلت ايه؟ كلام مشجع، بس انا بقى عايز اعرف ايه اللي انت عايزه من عز الدين بالظبط. هقول لك طبعا، وهقول لك تساعدني ازاي. خير يا دكتور، طمني. طمني يا هاني، هيبقى بخير ان شاء الله. ان شاء الله. احمدك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير يا ناصر بيه، ايه الكلام الضروري اللي عاوز تقوله لي وخليتني اسيب المستشفى واجيلك؟ في امور كتير جدت ولازم نتناقش فيها. تحت امرك، اتفضل. كل حاجه تهون بعد الكلام اللي سمعته منك ومن الاستاذه العظيمه بنتك، وخلتني افهم كويس النهايه اللي احنا رايحين لها. عظيم، كلامك ده عظيم جدا، لانه قرب المسافات اللي بيننا، لان الامور اللي جدت دي خطيره جدا ولازم امن نفسي منها. ايه يا سعاده البيه؟ ايه الكلام الخطير اللي عاوز تقوله من ساعه ما وصلت؟ عزيز المرصفاوي. عزيز المرصفاوي؟ ماله؟ بلغني انه حاطط السيد الوالد تحت درسه ومكاتبه ايصال ب1,200,000 دولار. طبعا مش هتقدر تنكر، لان السوق ما فيهوش حاجه بتستخبى. ليكن يا ناصر بيه، انت ايه اللي يخصك في مساله زي دي؟ ده يخصني ونص يا استاذ. السيد الوالد هيسدد منين وازاي؟ ولا يكون ناوي يبلط كده على طول لحد ما الراجل ياخد اجراء
واصحى في يوم من الايام الاقيه رفع عليه قضيه ومدخله السجن. وانت مالك؟ اسمي يا استاذ، اسمي اللي هتحصل عليه شوشره باعتباره حما بنتي. ولا يكون الدكتور ابوك متهياله انه ممكن يلوي دراعي عشان اسدد المبلغ بداله. كفايه يا ناصر بيه، كفايه لو سمحت. لا، ما انت لازم تفهم. انا فاهم كل حاجه، واحب اطمن حضرتك ان احنا مش هنلجأ لك. انا شخصيا اللي حدد الميعاد اللي ننهي فيه كل حاجه. ولما انت ناوي تنهي العلاقه اللي بيننا، يا ترى جهزت نفسك للموقف ده؟ يعني ايه جهزت نفسي؟ انت فاهم الانفصال ده من غير مقابل؟ مش في التزامات ماديه عليك لازم تنفذها؟ هتجيب منين عشان تسدد الالتزامات دي وانتوا اساسا بتمدوا ايديكوا عشان تسددوا اللي وراكم؟ هنشحت يا ناصر بيه، هنشحت اللي خلصنا منكم برضو. وانا بقولها لك يا ناصر بيه، بنتك طالق طالق. ارتحت؟ طلقني؟ غبي وغاوي فقر، مش وش نعمه. طب وانا هعمل ايه؟ هقابل الناس ازاي؟ هقول لهم ايه؟ انا يا بابي. ايه انت؟ ايه انت؟ 1000 واحد يتمناكي، جاه وجمال ومال. يا بابي مش كل حاجة الفلوس، في ناس كتير ما عندهاش فلوس ومع ذلك عايشين بسعادة وتفاهم. أنا خلاص، أنا حاسة إن أنا ضعت يا بابي. نسرين اوعي تكملي، اياك اسمع منك الكلمة دي تاني، فاهمة؟ سامعة يا بابي، سامعة، بس هي دي الحقيقة. مخبيش عليك، أنا حبيت محمد، حبيته قوي قوي يا بابي. صعب إن أنساه. مفيش حاجة صعبة يا حبيبتي، بكرة الأيام تثبت لك كلامي. المهم إنك تفكري في نفسك أنت وبس. فاهمة يا حبيبتي؟ فاهمة؟ أفكر في نفسي ازاي بعد اللي حصل. يا خسارة يا خسارة يا خسارة. لفيتي وعايزه برضه تنفذي اللي في دماغك. خلاص يا سيدي ما تزعلش قوي كده، انت يعني شفتني قدرت اعمل حاجه؟ وانا مش هسمح لك لغايه ما تعملي حاجه انا مش عايزها. اطمن، واضح جدا انها اتغيرت. انا فاهمه ناهد كويس جدا، تغييرها ده ملوش اي علاقه بمرض باباها. دي زي اللي يكون خايفه ان انا فاتح معاها مواضيع، خايفه حتى افتح لها سيرتك. اهو حتى الاحساس ده انا ما كنتش عاوز اوصل لها. من فضلك ما تتصرفيش اي تصرف من غير ما اقول لك. خلاص بقى هدي نفسك، انا اسفه ما تزعلش، حقك عليا. بعد ايه؟ بعد اللي عملتيه؟ طب اوعدك ان اللي حصل ده ما يتكررش تاني. بس اللي انا عايزه اعرفه ده ايه سبب التغيير اللي جرالها؟ دي كانت بتتمنى تسمع سيرتي انا وانت، بتتمنى تشوفنا. تفتكر في حد غصبها على الجواز ولا حاجه؟ اتسرعت يا محمد، ما كانش لازم تاخد قرارك بالسرعة دي ولا بالانفعال ده. لا يا ماما، أنا للأسف اتأخرت في اتخاذ القرار، كان لازم أعمل كده من زمان. أنا متأكدة إنك عملت كده لما ظهروا على حقيقتهم، بس المسألة كده بتتحقق أكتر. تهديد عزيز وصل لنا عن طريق ناصر وبابي اللي بين الحياة والموت. أنا مش عارفة الأيام الجاية واصلة لنا لإيه. ناصر واخد موقف متشدد، وأكيد هيرفض يساعدنا بأي صورة. وانت كمان يا محمد هتركب علينا التزام تاني ما كناش عاملين حسابه. معلش يا ماما،
الإنسان لازم ياخد موقف مهما كانت التضحيات. أنا واثق لما بابا يسترد صحته ويعرف اللي أنا عملته، صدقيني هيبارك ده جدا ومش هيندم. معلش يا ماما، محمد ما عملش حاجة غلط. محمد خد القرار اللي يضمن بيه احترامه لنفسه ولرجولته. أما المشاكل اللي احنا فيها فاحنا حاسبينها وعارفينها وملهاش غير حل واحد،